صعيد واسع، وهذا هو لب وجوهر الاستثمار. فأتوجه لهم بالشكر الجزيل وإلى السلطات المحلية التي ساعدوها وكانوا ساعدها الأيمن في فك العديد من الأمور المهمة في ميدان الاستثمار. فشكرا لهم وشكرا للقبائل وأعيان القبائل، والشكر موصول كذلك إلى كل من ساعدنا في هذا الميدان. دون أن أغفل الخيرات الاقتصادية، فهذا الشاطئ الممتد على 300 كيلومتر غني بخيراته السمكية، وباطن الأرض يحوي ما يحوي من معادن ومناجم معدنية كذلك. إذن أظن بأن هذه المقومات مجتمعة إذا رافقها واسع الإرادة الحقيقية. وأظن أن انطلاقا من اجتماعنا الثاني هذا بهذا الحجم والنوع في هذه القاعة لهو برهان ساطع على الإرادة الصادقة. وأظن أن ما قامت به وتقوم به هذه الجهة وعلى رأسها ابنة الأكارم السيدة مباركة بوعيدة، على أنه كذلك عامل مهم ودليل قاطع على الرغبة الحقيقية وعلى الإرادة الحقيقية في التنمية، وعلى أن ما قامت به الجهة كذلك من خلال الشروع في العديد من البنيات الأساسية المهمة في ميدان الاستثمار من خلال النموذج التنموي الجديد الخاص بالأقاليم الجنوبية، والذي كان موضوع الاتفاقية التي وقعت أمام سيدنا المنصور بالله للداخلة سنة 2016، بالإضافة بطبيعة الحال إلى المخطط الجهوي التنموي الجهوي الذي انتهت هذه الجهة من إعداده. إذن كل هذه المؤهلات مهمة جدا بالنسبة لهذه الوجوه الطيبة التي أشكرها والتي تحملت عناء السفر للوقوف ميدانيا على هذه المؤهلات، بالإضافة بطبيعة الحال إلى التدخل الدولة مشكورة. ونتمنى أن نكون واسطة العقد الذي لاحظناه أول الأمس والذي قامت به حكومتنا الموقرة والمتمثل في المصادقة على العديد من المشاريع المهمة. ونتمنى أن ننضاف وأن تنضاف جهتنا هذه إلى واسطة وأن تكون واسطة العقد فيما يخص هذا. وهنيئا لحكومتنا الموقرة. وكل هذا ليس بالغريب على الشعب المغربي العظيم الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس أطال الله عمره وألبسه رداء الصحة والعافية. وفي ختام هذه الكلمة أتقدم لكم كذلك بالشكر العميم تاركا الإحصائيات والأرقام والاستراتيجية للسيدة رئيسة الجهة. شكرا جزيلا.